الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد انتهيت في المقطع السابق عند شبهها بالرافضي الزنديق السيد البدوي في سعيها أن تكون مجنونة مخرفة ليتم تجاهل أمرها حتى تتمكن وتتوغل بين النساء. فهي تخبر أنها تدرجت مع النساء المريدات في الاصطفاء والاختيار، فليسوا سواء، وأنهن من يحبهن الله فقط دون العالمين رجالا ونساء، فهن من يسمعن رسائل الله إليهن، بل الله ينزل إليهن فقط رسائل خاصة لهن في رمضان، وأنهن من سينصرن هذه الأمة. فجميع علماء ضلوا بسبب كبرهم وعجبهم وأمراض قلوبهم، فأرسلها الله امرأة لتكسرهم وتقهرهم وتعلمهم أنهم أضاعوا الدين وخانوا الأمانة، وأنهم أوعية للعلم فقط، وسيعذبون لأنهم لم يقوموا بالمهمة على الوجه المطلوب. فالناس عوام، والعلماء يتكلمون باللغة العربية الفصحى، والناس لا تفهمهم، فاستبدلهم بامرأة تتكلم بالعامية، وأوحى إليها إلهاما، هذا في منزلة أولى، وأوحى إليها إلهاما، ثم تدرجت أنها تكلم الله ويكلمها بالعامية المصرية. هذه ميزة لمصر، أعوذ بالله من نقل هذا الكفر. وتشتم في البنات بشتائم قبيحة، كما يقال عندنا، يعني ألفاظ بيئة، كي تصل للناس بلغتهم، يعني بلسان قومها، أرسلت بلسان قومها بالعامية. حسبنا الله ونعم الوكيل. وسبق نقل كلامها في المقطع السابق، حيث قالت: كلامي مؤيد من فوق، ورسائل الله أو ورسائل ربنا ورسائل الرب لي كلها عكس طريقتهم، وأنت تأخذين عن الملائكة وربنا أرسلهم إليك. سبحان الله.